الكشري طبعا ما فيش حد مش بيحب الكشري. هنعمل الكشري هنا بالطريقه بتاعته الاصليه، مش كشري الحله الواحده. الحله الواحده اوكي سريع وكل حاجه، بس مش هيديكي نفس الطعم بتاع الاصلي. اتمنى ان المشاهدين الجدد اللي بيشرفوني يشتركوا في القناه وفعلوا الجرس اختار الكل علشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. الكشري بياخد معاكي ساعه الا ربع ساعه بكتير قوي بتبقي خلصتي كل حاجه. اول حاجه بنجهز البصل. هنجيب مثلا 3 حبايات بصل كبار، هنقشرهم، هنقطعهم جوليان قطع رفيعه قوي. بعد ما بنقطعهم بنجيب 3 معالق دقيق و3 معالق نشا وبنخلطهم كلهم مع بعضهم، وبعدين بنصفيهم بايدينا كده، بننفض منهم الدقيق والنشا وبنحطهم في الوك او في طاسه. الزيت انا ما بحطش كتير، انا حاطه كوبايه واحده بس زيت. ليه؟ علشان مش عايزين نهدر في الزيت. بعد لما البصل ياخد لون ذهبي معايا هخرج البصل وهستعمل الزيت هعمل بيه بقى الباقي. المكرونه اللي سلقتها مكرونه الصغيره المرمريه، سلقت المكرونه على جنب خلاص. بعد ما بتصفي المكرونه بتاخدي معلقه، انا ما بحطش ميه في السلق بتاع المكرونه. بعد ما بتصفي المكرونه بتاخدي معلقه من معلقه الزيت وبنحطها على المكرونه وبنقلبها بعد ما نصفيها كده. خلاص المكرونه اتركنت على جنب عشان مش عايزين نطول الفيديو. العدس كمان جبت نص كوبايه عدس، انا دول ما صورتهمش، حاجات عاديه وسهله يعني. نص كوبايه عدس من ابو جبه غسلته، حطيت عليه كوبايتين ميه سخنه وحطيت عليهم ربع معلقه ملح وسبتهم يستووا مع نفسهم. بعد ما يستووا بنطفي عليهم البوتاجاز. كده احنا سوينا العدس وسوينا المكرونه المرمريه الصغيره. كده البصل خلاص يعني باقي له تكه صغيره كده وخلاص هنخرجه كده، اخد لون ذهبي جميل وزي الفل. هي دي الدرجة بتاعت اللون المطلوب. خلاص هنيجي دلوقتي بقى هنجيب حلة، هننزل بمعلقتين زيت من الزيت بتاع البصل. هنعمل ايه هنا؟ هنجيب كوباية شعرية. هنا احنا بنعمل كوباية الشعرية بنضيف قصادها نص كوباية رز. بالمناسبة في نوع شعرية اسمه نوع اسمه خطيرة، مكرونة خطيرة، ما تجيبوش منها، مش حلو ابدا. الشعرية بتاعتها ناشفة وكبيرة كده، وحتى في التسوية بتاعتها مش حلوة، فنصيحة محدش يشتريها. كده بعد ما نزلنا في كوبايه الشعريه بتاعتنا هنقعد نقلب فيها لغايه لما ناخد لون ذهبي. احنا بنعمل هنا كوبايه شعريه وبنعمل قصادها نص كوبايه رز. في ناس بتعمل الرز قد الشعريه، في ناس بتعمل كوبايه رز وكوبايه شعريه. في الحاله دي لو انت هتعملي كوبايه وكوبايه يبقى هتحطي كوبايتين ميه مغليه. الميه دي ميه ايه بقى؟ الميه بتاعه سلق العدس، مش هنحط ميه كده، لا، هناخد الميه اللي سلقنا بيها العدس وهنسوي بيها الرز. هتشوفوا معايا دلوقتي. طبعا واحنا كده بنحمر الشعريه هنغسل الرز. هنغسل قد ايه؟ نص كوبايه، يعني كوبايه الشعريه انا عامله كوبايه كبيره. حطيت كوبايه شعريه وبعدين غسلت نص كوبايه رز، تمام، صفيته من الميه كويس قوي وبعدين نزلت بيه فوق الشعريه. دلوقتي هنصفي العدس ابو جبه اللي احنا كنا سالقينه. هناخد العدس هنصفيه من الميه بتاعته، هننزل بيه فوق الرز والشعريه، وبعدين هناخد الميه بتاعته هننزل بيها برضو فوق الرز والشعريه. ليه؟ احنا بنسوي الكشري هنا بالميه بتاعه سلق العدس، تمام. دلوقتي انا حطيت هنا كوبايه كبيره شعريه ونص رز، دول هحط لهم كوبايه ونص بالكوبايه اللي انا عايرت بيها، بنفس الكوبايه، علشان الناس اللي ما بتعرفش تعاير بنفس الكوبايه او ما بتعرفش تسوي نفس الكوبايه هي بتعايري بيها الميه للحاجه اللي انت حطيتيها. سيدك انت حطيتي كوبايه شعريه ونص رز، هنحط كوبايه ونص من ميه العدس، وهنضيف ملح طبعا، ولو حابين تضيفوا مكعب ماجي يعني يطعمها زي ما المحلات بره بتضيف ضيفوا. حابه تضيفي ورقه غار واحده بس تطعم معاكي ضيفي، في ناس كتير بتضيف الحاجات دي. حابه تضيفي الكلام ده كله ضيفيه. مكعب الماجي في ناس كتير بتضيفه، انا مش هضيف. انا لو حابه اضيف هضيف بتاع ده بهارات فراخ، بس انا مش هضيف النهارده. هسيبها بقى تغلي، وبعد ما تغلي هنوطي البوتاجاز خالص ونغطي الحله ونحط الشهاده تحتها وهنسيبها تستوي. هنيجي دلوقتي نعمل الصلصه اللي هي الحمراء بتاعه الطماطم. هنجيب الوك وهننزل فيه بمعلقه زيت برضو من الزيت بتاع البصل، وهنجيب 5 فصوص توم هنضربهم في الكبه او هتدوقيهم بالهون، وانزلي بيهم هنا في الزيت، قلبيهم لغايه لما ياخدوا لون ذهبي معاكي اصفر. هننزل بالطماطم. الطماطم قد ايه؟ الكميه اللي انا عاملاها دي انا عامله لتر عصير طماطم، حطيته في حله يغلي علشان يسهل معايا، وبعدين طشيت بيه التوم. هنضيف ايه عليه بقى؟ هنضيف معلقه سكر، وهنضيف معلقه صغيره ملح، وهنضيف نص فلفل اسود، نص كمون، معلقه صغيره كزبره، ومعلقه صغيره بابريكا. لو حابه تضيفي برضو مكعب ماجي هنا ضيفي، ولو ان انا مش بحبذ الحاجات دي، يعني الحاجات دي غلط على الصحه اصلا، لكن اللي حابب، في ناس متعوده ما بتعرفش تاكل من غيره، فشيء يرجع لكم، لكن انا مستحيل ادخل الحاجات دي البيت. كده هخليه يغلي. بعد ما هضيف البهارات طبعا وانا معاكم دلوقتي كده،
هنتكلم شوية. دلوقتي احنا في الجو الصيف، في الصيف دلوقتي الدهون بتسيح، كل ما بتعملي مجهود الدهون بتسيح. الجسم دلوقتي مستعد للتخسيس بطريقة حلوة افضل من الشتاء. في الشتاء دلوقتي الجسم كل ما بتاكلي بيكون دهون وما بيحرقش كتير زي الصيف. ميكانيزم الحرق في الصيف بيزيد في الجسم اكتر. في ناس ميكانيزم الحرق بيزيد عندها في الصيف اكتر من الشتاء. وخلوا بالكم الاجسام نفسها مختلفة. في ناس الحرق عندها كتير، في ناس الحرق عندها قليل. سبحان الله، دي يعني دي حكمة من عند ربنا، مش كل واحد زي التاني. يعني في ناس تقول لك الاتنين واخدين نفس النظام مثلا في الاكل، دي خست 3 كيلو دي خست كيلو. ليه؟ ميكانيزم الحرق مختلف، دي بتحرق قليل دي بتحرق كتير، كل واحد غير التاني. الصبح بقى لما بتصحوا تشربوا كوبايه ميه دافيه عليها عصير نص ليمونه، ويفضل الليمونه تبقي غسلها وتقطع الزقومتين القطعتين اللي ورا دول، وترمي الليمونه بالقشره بتاعتها، بس تبقى غسلها غسله نظيفه عشان ما يكونش فيها ميكروبات او مبيدات حشريه. وتنزلي بيها في نص كوبايه في كوبايه الميه قصدي، وتشربيها كوبايه ميه حلوه كبيره، مش كوبايه مقروده، لا كوبايه ميه حلوه يعني اللي هي 300 مللي مثلا، وتشربيها. بعدها بشوية ممكن تاكلي فاكهة مثلا صبع موز مع فنجان قهوة، فنجان قهوة ويفضل سادة. بعد ما تغلي الطماطم معانا وتتسبك شويه هنطفي البوتاجاز وهنضيف لها معلقه خل. كده خلاص الصلصه معانا خلصت. انا مش بعمل الصلصه اللي هي بالخل والثوم، اللي حابب يعملها يعملها، وانا مش هعملها عشان اصور وارميها، لا حرام. انا مش انا مش باكلها، ما عنديش حد في البيت بياكلها. هتجيبوا 5 مثلا فص توم، برضو هتطحنيهم او تدقيهم في الهون ولا في الكبه، انزلي بيهم برضو في معلقه زيت برضو من الزيت بتاع البصل، قلبيها شويه وبعدين تشيها بكوبايه ميه وربع كوبايه خل وملح وكمون وفلفل اسود، ولو حابه تضيفي كزبره. بس خلاص هي دي الدقه اللي هي بالخل والثوم. كده خلاص هنقدم دلوقتي الكشري وهنغرفه. هنغرفه عادي جدا. هنحط الرق بتاع الرز وبعدين المكرونه وبعدين حمص الشام وبعدين الصلصة وبعدين البصل. هكمل كلامي عن الحرق. القهوة السادة بدل ما نعملها في فنجان، يعني بدل ما نحط القهوة في الفنجان، لا احنا نحط كوباية مية تملى كوباية الشاي في الكنكة وتحط عليها معلقة القهوة وتتعمل واشربيها في كوباية الشاي على اساس تبقى كبيرة وتملى معاك المعدة. ممكن تاكلي معاها باكو بسكوت، لو في كيك قطعة كيك، اي حاجة معاها وخلاص، بحيث يبقى انت خلاص كده مش عايزه تفطري. لو عايزه تفطري ممكن تاكلي ربع رغيف مع بيضه مسلوقه، قطعه جبنه قريش مع ربع رغيف علشان ما تزوديش وزنك يعني. بس وبعدين اليوم بتاعك خليه شاي اخضر، شاي اخضر بدون سكر طبعا. لو حابه تشربي الشاي الاسود او الاحمر اللي بيتعمل، حاولوا لو انتوا بتشربوا سكر كتير 3 معالق، اليوم اللي وراه خليه معلقتين ونص، اللي بعده خليه معلقتين شرحه، وبعدين معلقه ونص، وبعدين معلقه، وبعدين نص، وبعدين ربع، وبعدين مفيش. حاولوا تشربوه بدون سكر خالص، واعصري عليه نص ليمونه يفضل. حتى هو الشاي اصلا التاني بتعصر عليه ليمون. الشاي الاخضر ممكن تشربيه ساده، ممكن تشربيه تعصري عليه نص ليمونه وترمي الليمون فيه، طبعا كل الليمون ده مغسول اللي انا بتكلم عنه. ممكن تعملي بعد ما بتعملي الشاي الاخضر بتحطي معاه يعني على طرف المعلقه كده جنزبيل، وبتغطي الكنكه اللي انت عملتي فيها اول كوبايه، وبعد 10 دقايق صفيه واشربيه. احنا بنجيب شاي بيور موجود عند العطار، في شاي اسمه شاي المعبد. وشاي الفتله يعني ما يفضلش. ليه؟ في اقاويل كتير بتقول ان الباكت الورقه نفسها اللي في الشاي الفتله ده بتعمل كانسر، وادخلوا على جوجل واكتبوا هتلاقوا كلام كتير قوي واقاويل كتير قوي عليها. احنا بنجيب الشاي، في شاي اسمه المعبد حلو جدا موجود في محلات العطاره، بس معرفش حاليا، يمكن الربع كيلو وصل 25 جنيه تقريبا، او يمكن زاد كمان، الله اعلم. بعد ما قدمنا كده الكشري هنضيف البصل عليه. في شاي اسمه نابت محدش يجيبه، طعمه يقرف، لو انتوا جربتوه في الشاي الاخضر هتكرهوا الشاي الاخضر اصلا. لكن هاتوا الشاي اللي اسمه المعبد، المعبد حلو جدا جدا وطعمه مقبول ومستساغ لاي حد. واللي عنده ضغط عادي يشرب مره واحده جنزبيل على فكره، ويشرب شاي اخضر عادي. الشاي الاخضر اصلا بينزل الضغط، فاللي عنده ضغط مرتفع يشرب شاي اخضر. الشاي الاخضر حلو جدا. الجنزبيل بقى بالنسبه للضغط المرتفع يشربوه مره واحده بس في اليوم، وعلى طرف المعلقه، يعني ربع المعلقه، تمن المعلقه مش اكتر من كده، على كوبايه ميه مغليه، ويتعصر نص الليمونه ويتشرب. وبس كده، واتمنى لكم الصحه والعافيه والستر يا رب، ويا رب اكون قدرت افيدكم.